احنا بايش وانتم بايش؟ وقت القنن والخرة في حقكم. يا خالد الله يرضى عليك، هذا اسمه البعد الخامس. يعني ابسطها لك، اسمه العلمي هو الديجافو. انت بسطت الان، تمام حلو. طيب شوف اقول لك، اينشتاين الله يرحمه اضاف للاربعه الابعاد الاساسيه هذا البعد الخامس اللي هو الطول والعرض والارتفاع والمساحه. اضاف لهم ايش؟ قل ايش؟ اضاف لهم الزمن، فاصبح اسمه الزمكان لانه يتمحور حوله بعض الاشياء المهمه. بحق الله مش وقت الكلام هذا يا جماعه، احنا بايش وانتم مو تدور لكم من خبر. بعد كيف هذا يحصل كله وانا ما اتذكرش حاجه؟ ها هذا شوف بسبب الخبطه حقائق فهد اصبحت ترى اشياء، وهذه هي طبعا هبه من الله يمنحها لبعض افراد كذا بالمجتمع وبين الناس، بحيث يكون عندهم بصيره يشوفوا اشياء معينه بالحياه. رجع يكرض رجع يكرض رجع يكرض. طيب ما له مش وقت، خلينا احنا نتكلم بعدين بالموضوع هذا خلاص. سبحان الله، عقل البني ادم معقد يا زلمه. والله يا خليل اذا كان عقل البني ادم معقد كيف عقل خالد؟ مالك عن مصلح تعاملني ان انا باغل حيوان، ايش فيه؟ اطمن بس وارتاح، انت حاول ترتاح ما تشغلش نفسك بحاجه. فين بهداء وانت موجود انت والازرق بحياتي؟ اخرجوا من دونتي، حرام عليكم. قدرنا يعني انا وانت ونحن جنب بعض، ازيد عندنا اشوفك في منامي؟ لا غلقت والله. وكمل ما نقص ان انا اشوف الشبح وانا راقد شفته وهو يقول لنا انا اسف برجع لكم فلوسكم ومعي لكم مشروع جديد بيكسبكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمعوا، قبل لا تغلطوا، قبل لا تضربوا، قبل لا تسووا اي شيء، انا جاي اصلح غلطتي وارجع لكم فلوسكم، وجايب لكم مشروع يكسبكم مصاري ليرات دنانير. عم صليح، قلت لي المشروع اللي حلمته حق الشبح بالحلم ايش كان؟ كان عن ايش يا مصلح؟ عن ايوه. لا بنام مش اتذكر عن يا ايش. عم مصلح بدي الصلعه دي. ايش كان طيب مختصر الحلم؟ كان عن مقصات حاجات كذا، منصات. ايوه منصات كمبيوتر ونت وخرب. ايوه منصات. شبح يا قلبي، قلت لي مشروعك عباره عن ايش بالضبط؟ قلت لي مشروعي سيدي عزيز هذا مشروع جديد ناجح ومكسبه فوق. جاوبه بلاها الدباجه. طب من غير ضرب، ايه مش بكفي سطور، الله يسطر وجهه. ايه المشروع عبارة عن منصة. يعني خالد يكون يحلم هو صاحي وانت تحلم وانت نايم؟ لك شو يا زلمه شو في؟ لا انت لو تخزن انت بتنكب البلاد كلها. جرب شو ما انت شو بتحكوا شو نايم وصاحي؟ لازم تطعم القاتل لازم. طيبه عم صلح، ايش البرود هذا؟ انا فدالك خارج نحن، انت عارف انه الشبح ما يجي يفتح لنا مشروع لو هو ناوي ينصب علينا. حلو يا انور، ما دام تقول انه ناوي ينصب علينا ليش تدخلوا معه بهذا المشروع؟ احرقنا عم صلح والله. احرقنا احنا والمستوى تقول لي احرقنا احنا. يا جماعه هو في سببين، السبب الاول مشان نعوض الخساره تبعنا، والسبب الثاني انت وياه. يا جماعه الخير استهدوا بالله استهدوا بالله. والله ما ينفع، انتم عندكم مواهب، عندكم قدرات، عندكم مستقبل. ايش هذا ليش تحسسون انه معاكم سلاح بيد عجوز؟ عيب احترمونا مالكم كذا عيب. بقول لكم انا حاجه، على فكره الموضوع بالبركه، الرجال يرقد قام ودالنا خبر، انا على الفطره بسم الله ما اسهل ربك قلتوا، يعني لا تركنوش علينا كما عقلوا دلا. يا جماعه الخير هذا الشيء بكفي، خلاص خلينا نمشي بالامور، اذا خابت اول مره بتصيب ثاني مره. يا خليل قد اكون شايفين انه كل ما اجى الشبح سرق احنا فلوسنا، باقي معنا فلوس مخبيين لك، شو هاي سرقاي برضه؟ عمي مصلح انت بس نام وانا هالمره عيوني عليه 100%، وخلص لا تقلق، حط راسك ونام. بسم الله دعاء النوم، بسم
بسم الله. نعم.